بُص، أنا مش هاقول لك الموضوع سهل، الموضوع صعب، بس يعني لمّا تبسّطها تتبسّط. بُص، عشان تفهم الجملة دي أكتر، من كام سنة كده كنت قاعد مع ناس صحابي، حد فيهم دكتور، قال إنه معاه تحاليل HIV من اللي بتتعمل في البيت، من باب الهزار والتريقة والفضول عملت واحد. مش هاحكي لك بقى إحساسي إيه لمّا لقيت التحليل فيه شرطتين، يعني إيجابي. طبعًا ما بين الصدمة وما بين إني مش مصدّق، قُلت أكيد طبعًا التحليل ده بايظ وصاحبي بيعمل فينا مقلب. رُحت جاري على الكاريتاس في إسكندرية، لإنهم بيعملوا التحليل ده ببلاش وبيساعدوا المصابين من غير طبعًا ما ينشروا أساميهم أو حد يعرف هم مين. خدوا مني عينة، العينة اللي خدوها طلعت إيجابية. خدوا مني عينة تانية بعتوها لوزارة الصحة. بعدها قالوا لي أروح أصرف الدوا بقى من حميات إسكندرية. ادوني رقم دكتور بعينه يعني عشان أروح له، قال لي إن في شوية تحاليل كده مهمة لازم أعملها، واداني رقم المكان يعني المفروض إنه هيعمل لي التحاليل دي بسعر كويس وبسهولة. تاني يوم كنت في المكان ده اللي الدكتور قال لي عليه طبعًا، بس قابلني هناك راجل في منتهى المادية اللي في الدنيا. قال لي التحاليل بتاعتك دي هتتكلف حوالي 9000 جنيه ونص. إيه 9000 جنيه ونص؟ طبعًا احتجت، سمعت الرقم احتجت. هاجيب الرقم ده منين؟ يعني أجيبه إزاي؟ ما بقيتش عارف أتصرف بصراحة. ففكرت إن أنا ممكن أقدم على كريدت كارد. طلعتها فعلًا، سحبت منها المبلغ ورُحت دفعته وأخدوا مني العينات، قالوا لي يومين كده والنتايج هتطلع، بس بقى. واختفوا. والله زي ما باقول لك كده، اختفوا تمامًا. كل ما أروح أسأل عن النتيجة ما الاقيش حد في المكان، لا مرة ولا 2 ولا 3، رقمهم مُغلق طول الوقت. في الحقيقة خُفت أوي، كنت مرعوب بصراحة حتى إني أرجع الحُميات تاني، وفضلت كده عايش وخلاص زي ما أنا، لحد ما ربنا أراد ونقلت القاهرة. بالصدفة قابلت شخص متعايش مع المرض، بنتكلم الكلام جاب بعضه لحد ما حكيت له على الموضوع واللي حصل معايا. قال لي: "بُص، ما فيش الكلام ده، الدنيا أبسط من كده بكتير." واداني رقم دكتورة موجودة في حُميات العباسية. رُحت لها وقعدت معاها، حكيت لها اللي حصل معايا، وانا قاعد معاها عملت لي الفايل، خدت مني العينه، صرفوا لي الدواء وانا في مكاني، كل ده ببلاش من غير ولا مليم بعد ما كنت دافع 9000 جنيه ونص. لو رجعنا بقى لحياتي من اول التحليل اللي عملته في البيت لحد ما وصلت حميات العباسيه، الفتره دي كان ممكن اقول ان كده حياتي انتهت، كان ممكن اني اذي روحي انتحر زي ما بقيه الناس انتحروا. بس بصراحه بشويه دعم من كام واحد حواليا قدرت اعدي الوقت الصعب ده. نفسي الناس تعرف انه في منظمات محترمه ودكاتره نفسيين ممكن يتعاملوا معاهم ويحكوا لهم على كل اللي حصل معاهم عشان يقدروا يعدوا الفتره الاولى دي بالذات يعني بسلام، من غير ما ياذوا نفسهم ولا اللي حواليهم. ده مش اخر الطريق، دي مجرد صفحه جديده في الحياه احنا بنفتحها من اول وجديد. ما هم مجرد حبيتين بيتاخدوا كل يوم في نفس الميعاد، زيه بالظبط زي اللي عنده ضغط واللي عنده سكر واي مرض مزمن. فنرجع مرجوعنا بقى للجمله اللي انا قلتها في الاول، لو بسطتها تتبسط، بس صدقني.